السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا ترى هتعملوا إيه لو حياتكم تعرضت للخطر لدرجة إن ممكن تخسروها بسبب إجابة غلط في لعبة؟ وهل ممكن تلعبوا لعبة زي دي أصلا؟ ده اللي حصل مع أبطالنا النهاردة. مجموعة من الشباب بيدخلوا مسابقة بيلعبوا فيها لعبة، واللي بيجاوب غلط بيكهربوه وممكن يموت فيها. وقبل أي حاجة بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وطبعا الدعم باللايك والشير ده أساس لينا. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا النهارده. جاكس برو يوتيوبر مشهور جدا، قرا في مرة بالصدفة معلومة عن الأخطبوط واتفاجئ لما عرف إنه الحيوان الوحيد اللي عنده أكتر من دماغ، ومش واحد ولا اتنين، دول 9 أدمغة وتلات قلوب. واحد منهم هو الدماغ الرئيسي اللي بيتحكم فيه كله، والتمانية الباقيين في كل دراع من دراعاته واحد علشان تكون حركة كل واحد مستقلة عن التاني، وتحلل حركته وتبعتها للدماغ الرئيسي. جاكس برو بقى بتجيله فكرة من الأخطبوط وبيقرر إنه يعمل مسابقة أو لعبة هيشارك فيها 8 أشخاص، واللعبة دي بيسميها ألعاب الأخطبوط، وكانت عبارة عن كذا لعبة أو كذا مرحلة ورا بعض. اللعيبة بيكونوا فاكرين إنهم بيلعبوا بشكل مستقل، بس اللي بيتحكم فيهم واحد بس هو جاكس برو، واللي هيفوز منهم واحد بس طبعا. وكانت أول لعبة هي لعبة سايمون سيز أو سايمون يقول. وبيبدأ المشتركين يتجمعوا في استوديو في حتة مقطوعة، واللي كان بيقابلهم من فريق جاكس كان لابس قناع وبيسجل بياناتهم وبياخد منهم تليفوناتهم على انهم ياخدوهم تاني بعد المسابقة. وكان الاستوديو مليان بالمشاركين في المسابقة لغاية ما جاكس بيكلمهم من خلال الشاشة ويقول لهم على اللعبة وإنها هتبقى 8 ألعاب ورا بعض. ولما ماكسي واحدة من المشاركين بتسأله عن الجائزة هتكون إيه، ما كانش عاوز يقول في الأول، بس بيقول لهم إن أول ما المسابقة تخلص هو هيتقاعد ويسيب السوشيال ميديا ويختفي، وإن اللي هيفوز في المسابقة هو اللي هياخد حساباته على السوشيال ميديا كلها والرعاة و115 مليون متابع. طبعا كل الموجودين بيفرحوا بجائزة زي دي في عالم بقى كل الهم فيه السوشيال ميديا والهوس بتاعه. وبيقول لهم ان اول لعبه هتكون سايمون بيقول، وانهم بيتقال لهم مجموعه من الاوامر كتير لو كانت بتبدا بجمله سايمون يقول يبقى لازم ينفذوها، زي مثلا سايمون يقول المس مناخيرك، لازم ينفذوا الامر ده. انما لو اتقال لهم المس مناخيرك ما ينفعش ينفذوا الامر، وكل اللي هيعمل كده هيخرج من اللعبه. كل المتسابقين بقى بيفرحوا جدا ومتشجعين وبيقولوا ايه اللعبه السهله دي لعبه اطفال اصلا، واكيد محدش مننا يا كبار هيغلط او هيخسر فيها. والمتسابقين التمانية اللي هيفضلوا هم اللي هينتقلوا للمرحله التانيه من المسابقه. وبيدخل الغرفه واحد متنكر ولابس بدله على هيئه ثعلب، وكل الموجودين كانوا فاكرين الحكايه كوميديه وبيضحكوا، وهو ده المسؤول عن اقصاء اللاعبين لغايه ما اللعبه بتبدا ويبداوا ينفذوا الاوامر اللي بتبدا بجمله سايمون يقول. بس واحد منهم بيغلط فبيخرجوه من الفريق، والشاب المتنكر ده في شكل ثعلب بيغفله وبيروح مطلع من وراه مطرقه كبيره جدا وضربه بيها في مناخيره، موقعه على الارض وهو بينزف. ومش بيسكت هنا، ده بينزل فيه ضرب بالمطرقه لغايه ما بيقتلوه. وكل الموجودين بيتفاجئوا وبيتصدموا، وواحدة من البنات بتخاف وبتطلع تجري علشان تهرب من المكان ده، بس واحد من الحرس بيضرب عليها نار يقتلها. هنا عرفوا ان دي مش مجرد لعبة والسلام، لان محدش هيفوز بالجائزة بالسهولة دي. وبيرجعوا يكملوا اللعبة علشان يوصلوا ل8 لاعبين بس. والامر التاني كان انهم يقفوا على رجل واحدة، وساعتها كان منهم واحد اسمه ستيفن بيتعامل بكل هدوء وثقة ان هو اللي هيفوز ومفيش حد هيقف في طريقه. كان كل ما يسمع امر يغش، ولما بيجي يقف على رجل واحده بيسند التاني على الحيطه علشان توازنه ما يختلش ويقع، وده بما انهم هيقفوا كتير. خصوصا ان الامر اللي بعد كده انهم يكتموا نفسهم وهم واقفين على رجل واحده، وساعتها بيقعوا على الارض وبيضربوه بالنار ويموتوه. وهنا بيظهر لهم جاكس على الشاشه تاني وبيهنيهم انهم انتقلوا للمرحله التانيه من المسابقه، وبيطلب من كل واحد منهم انه يقرب من اي كاميرا في الاوضه ويقول له اسمه وبياناته ووظيفته. والثمان متسابقين بينفذوا اللي قال لهم عليه وبيقربوا من الكاميرات وبيقولوا اساميهم والوظائف بتاعتهم. وكلهم كان لهم وجود على السوشيال ميديا وقنوات على اليوتيوب كانوا عاوزين يكبروها ويزودوا متابعينها، بس متابعيننا احنا هم الافضل علشان بيدعمونا ومنورينا، ومش بينسوا اللايك والشير وتعليقاتهم الجميله على فيديو النهارده. بنرجع لفيلمنا تاني. بعدها كان واحد من الحراس بتوع المسابقه راح لبيت جاكس وسلمه فلاش عليها تسجيل المسابقه اللي خلصت دي كلها علشان يرفعها على القناه بتاعته. وجاكس كان مبسوط. في الوقت ده كان المتسابقين الثمانيه اللي اخدوهم على اوضه ابيض في ابيض بيقعدوا فيها، وكل واحد منهم كان ليه كيس نوم على الارض ينام عليه، وبيخلوهم يغيروا هدومهم ويلبسوا كلهم لبس موحد ويستعدوا للعبه التانيه. وكاري وكريستين بيتصاحبوا على بعض هما وبنت تانية، وبيروحوا يقعدوا معاها ويطمنوها لما بيلاقوها بتعيط وخايفة، وبيتفقوا انهم يبقوا فريق واحد ويساندوا بعض لنهاية اللعبة.
ساعتها روس متسابقة تانية بس أكبر منهم في السن بكتير بتقول لهم إنهم أكيد بيهزروا لأن دي مسابقة فردية وبمزاجهم أو غصب عنهم لازم حد منهم يخرج ومش هيعرفوا يعملوا له حاجة. واي جي كان هو كمان بيهدي زميلته اللي المفروض انها مدربه اصلا بس ما كانتش عارفه تتاقلم او تهدي نفسها وكانت منهاره وخايفه. فاي جي بيشجعها وبيقول لها انها تقدر تعمل كل ده ولازم تكمل. وولتر رجل الاعمال بيروح يتكلم مع ستيفن ويحاول يعمل معاه جبهه علشان هما اللي يفوزوا، بس ستيفن كان متكبر ومش عاوز يتصاحب على حد، هو هنا علشان يفوز بالجائزه وبس. وولتر بيقول له انه هيبقى حليفه ويساعدوا بعض في التخلص من باقي المتسابقين بسرعه وهم اللي يفضلوا للاخر. وبعدها بشويه كانت اللعبه التانيه واللي كانت الحجله، وكان المفروض انهم ينطوا في المربعات اللي على الارض طول ما هي منوره ازرق بس، لكن لو نورت لون تاني احمر والمتسابق اتحرك في الوقت ده هيخرج من اللعبه. وبتبدا على طول واول متسابق بيعدي والتاني بيعدي وتالت واحده بيختل توازنها اول ما النور بيتحول الاحمر وبتقع على الارض، والمتنكر كثعلب بيهجم عليها بالمطرقه وبينزل ضرب فيها لغايه ما بيقتلها. ولما كاري بتحاول انها توقفه وتبعده عنها بيضربها هي كمان ومش بتفوق غير بعدها بشويه. كل ده كانوا فاكرين اللي بيحصل شوية ضرب وخلاص، بس ما كانوش عارفين ان كل اللي بيحصل حقيقي وانهم بيموتوا بجد. في الوقت ده كانت روز بتحاول انها تكسب حليف من المتسابقين زمايلها، بس محدش بيتعامل معاها حلو، خصوصا ان اسلوبها كان مستفز ومتكبر، ولما بتروح تتكلم مع ستيفن بيتعصب عليها وبيضربها. ولونا زوجة جاكس كانت في الوقت ده معاها تليفونات كل المتسابقين وبتبعت رسائل لعائلاتهم واصحابهم علشان تطمنهم عليهم الفترة دي ومحدش يحس بغيابهم والشرطة تبدأ تدور عليهم ويعملوا قلق. وكانت اللعبة التالتة عبارة عن نفق من الحواجز طوله 10 متر، وكانت اللعبة دي اختياري وان اللي هيوصل لنهاية النفق ويخرج منه خلال 60 ثانية هيخرج من اللعبة ويرجع بيته. ساعتها واحدة منهم بتختار انها تلعب اللعبة دي وبتدخل النفق وبتتحرك بسرعة جدا، وكانت فاكرة ان الحكاية سهلة قوي لغاية ما بتلاقي المتنكر كثعلب مستنيها في نص النفق ومعاه سلاح وبيبدأ يطاردها وبيحاول يمنعها من انها توصل للنهاية. هي في الاول بتهرب منه بس لما بيتمكن منها المرة دي كان هيقتلها، وهي بتتخلص منه وبتضربه وبتهرب وبتخرج من نهاية النفق. كانت مبسوطة جدا انها خرجت وبقت حرة خلاص، بس فجأة بيضربوها بالنار لانها تخطت الوقت المسموح. كاري بتختار هي كمان انها تلعب اللعبة دي، بس قبل ما تبدأ وقبل ما تدخل النفق بترجع تاني في كلامها لانها خافت يكون ده فخ معمول لها وتقع فيه هي كمان، وبدل ما تخرج وترجع لحياتها الطبيعية يبقى خسرت فرصتها في الفوز باللعبة وفرصتها في الحياة اصلا. في الوقت ده كان في واحدة من الحراس بتوع اللعبة، واحد زميلها شافها وهي معاها سم وكان عاوز ياخده منها لأنها كانت ناوية على حاجة، وبيقول لها إن ما ينفعش يخونوا جاكس بأي شكل من الأشكال، بس هي بترفض وبتقول له إنها بتقوم بشغلها وبس وبتسيبه وبتمشي. وبنكتشف إنها كانت بتشتغل مع لونا أصلا زوجة جاكس وجايبه لها السم ده لأن لونا كانت عايزة تسمم جاكس وتخلص منه وتاخد كل فلوسه. بعدها كانت اللعبة الرابعة ودي كانت بقى الكراسي الموسيقية، والستة الباقيين هيفضلوا يلفوا حوالين الكراسي لغاية ما يخرجوا واحد ورا التاني وفي الآخر واحد بس هو اللي هيفوز. وبتبدأ اللعبة وأول ما الموسيقى بتشتغل بيلفوا حوالين الكراسي وبيقعدوا مرة واحدة أول ما الموسيقى بتقف. وأول واحد بيخرج من اللعبة دي كان آي جي، وولتر بيتفق مع ستيفن إنه يخرج من اللعبة وياخد منه 50,000 دولار، وفعلا بيخرج في الدور الجديد. وبعدها كانت ماكسين وكاري، وبيفضل لآخر دور ستيفن وروس، وساعتها ستيفن بيضرب روس لغاية ما بيغمى عليه وبيقعد هو على الكرسي وهو اللي بيفوز باللعبة دي. وعلى ما روس بتفوق بتلاقي جاكس اللي بيعرض عليها انها تشتغل معاه وتبقى واحدة من الحراس المقنعين علشان تنتقم منه براحتها. وفي اللعبة الخامسة كانت الاستغماية، وكلهم بيكونوا في بيت ومطلوب منهم يستخبوا في أي مكان قبل ما الدقيقة تخلص، واللي الثعلب هيلاقيه هيخرج من اللعبة ويموت. وكاري بعد ما بتطمن إنه خرج من الأوضة اللي هي فيها بتفتح الشباك علشان تخرج، بس واحد من الحراس بيمنعها في الوقت اللي كانت ماكسين مستخبية في الدولاب مع وولتر وستيفن اللي زقها بره وخلاها تقع بره وتتكشف، وساعتها الثعلب بيقتلها. وكاري بعد ما كانت هتهرب بترجع تجري علشان تنقذها أول ما سمعتها بتنادي عليها. وجاكس في الوقت ده كان مستني يصرف الأرباح بتاعة فيديوهاته علشان يهربوا ويعيشوا في جزيرة بعيد عن الجرائم اللي عملوها والناس اللي ماتت دي قبل ما الشرطة تقبض عليهم. وكان في الوقت ده عرف بالحارسة اللي اتشاف معاها السم وعرف إنها بتخطط لحاجة، بس ما قدرش يعرف مين اللي وراها، وبيخلي روس تقتلها كاختبار لولاء روس علشان يعرف هي ممكن تساعده ازاي. وبنرجع للمسابقه اللي كانت اللعبه السادسه فيها عباره عن كوره حديد مليانه بالشوك وتقيله جدا متعلقه بحبل في عمود، وكان المفروض كل اتنين يضربوها بايديهم ويحدفوها لبعض واللي هتفوت منه هيخسر. اول اتنين كانوا اي جي وولتر، وعلى بال ما بيخلصوا كانت ايديهم اتجرحت وكانت مليانه دم. وبعدها كانت كاري وستيفن اللي بتختار انها ما تضربش الكوره وتخسر علشان تلعب تاني مع وولتر ويصفوهم لغايه ما حد منهم يخسر ويموت. وستيفن بيفضل يضرب الكوره لغايه ما ايديه بتتجرح وفهم لعبه كاري. وفي الاخر الثعلب بيهجم على وولتر وبينزل فيه ضرب علشان يقتله، بس وولتر وهو بيدافع عن نفسه بيشد القناع ويكشف وشه. في الوقت اللي كان جاكس عرف ان لونا عاوزه تسمه بالعصير اللي كانت جايبه له، ولما بترفض انها تشرب منه بيطاردها لغايه ما روز بتقتلها. وفي اللعبه السابعه كانت لعبه تخمين حروف، والثلاثه كانوا متأيدين في كرسي
وبتوصل بدماغهم سلك كهرباء اللي بيغرب بيتكهرب والشحنة بتزيد كل مرة. واللي بيفوز في أول دور كان ستيفن، وبعدها كاري واي جي بيكملوا في اللعبة وكل شوية يغلطوا ويتكهربوا لغاية ما الجهاز بيعطل. اي جي هو اللي بيخرج من اللعبة، والمرة دي مبقاش فاضل غير كاري وستيفن. وبعدها جاكسي بيستدعي الثعلب ويزعق له علشان خلى والتر يكشف وشه وساعتها بيقتلوه. وفي اللعبة الأخيرة كانت عبارة عن علم متعلق على خشبة، أول واحد يوصل له ويمسكه 3 ثواني من غير ما يضرب زميله هيكون هو الفايز. وبيبدأ السباق بين كاري وستيفن علشان يوصلوا للعالم الأول. ساعتها كاري بتوصل للأول بس ستيفن بيضربها وبيبعدها عن العالم وبياخده منها. فروز بتشاور لكاري على العالم الأصلي اللي المفروض ياخدوه، وكاري بتجري عليه وتاخده وتبقى هي الفايزة باللعبة والمسابقة كلها. وبيجري ناحيتها واحد من الحراس ويخدرها، وعلى ما بتفوق بتلاقي نفسها في بيت جاكس، وواحد من الحراس بيطمنها وبيديها تليفونها تاني. ولما بتسأله هو مين بيقلع القناع وبيطلع انها عارفاه اصلا، وعشان كده ما قتلهاش لما كانت بتحاول تهرب من الشباك. وبعدها بيمشي. هي بتتصل بالطوارئ علشان تبلغ باللي حصل. وبعدها ب3 شهور من مسابقة الأخطبوط كان كاري في بيتها وبتتكلم في التليفون مع جاكس اللي كان بيبارك لها على أغنيتها الجديدة اللي حققت 2 مليون مشاهدة في ساعتين بس. وبيقول لها إن ده اللي كانت هي عايزاه، إنها تكون الفايزة بألعاب الأخطبوط، وده اللي خلاها تحقق النجاح ده كله. وبيقول لها إنه بعت لها فيديو، ولما بتفتح التليفون تشوفه فيديو إيه، بتلاقي جاكس باسمه الجديد في قناة جديدة بيعمل فيها فيديوهات يومية مع روز، بيلفوا العالم كله وبيجربوا أكلات جديدة مع بعض وبيقولوا للناس على تجربتهم. وفي النهاية بنتعلم إن هوس السوشيال ميديا والشهرة ممكن يأذي أصحابه، عشان كده مش لازم ننخرط في الحياة دي ورا شاشات طول الوقت ونعيش حياتنا بجد. وطبعا ما نصدقش كل اللي بنشوفه من حياة المشاهير أو إنهم عايشين حياة أحسن مننا. كل واحد بيكون عنده في حياته نعم ومميزات غير التاني، فلازم نرضى ونفرح باللي معانا علشان نكون سعداء. وبكده يخلص فيلمنا وحكايتنا النهارده. ما تنسوش الدعم باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد.